طائرة روسية بدون طيار اصطدمت بمبنى سكني في دولة من دول الناتو وأصابت مدنيين 2. الدولة دي كانت رومانيا، وطبقا للمادة 5 من الناتو الهجوم على عضو واحد يعتبر هجوم على كل 32 دولة. فالسؤال اللي كل دولة بتسأله دلوقتي هو يا ترى ده كان غلطة ولا كان اختبار؟ لأن لو ده كان اختبار، بوتين كده حط صباعه على أخطر زناد في السياسة العالمية الحديثة. شوف، الفيديو مش عن طيارة بدون طيار فعليا، هو عن سبب إحساس بوتين إنه محاصر وبيخاطر بالتصعيد مع الناتو. بص، خلال الأسبوعين اللي فاتوا حصلت 3 حاجات كارثية لروسيا. الجيش بيخسر أراضي على خطوط المواجهة، ودلوقتي حالا خسروا أراضي مهمة قريب من بروكروفسك. الجبهة الداخلية بعد بتسخر من بوتين علني، والمكسب الوحيد اللي ميز كل فترة حكمه شبه جزيرة القرم بدأت تخرج من إيده. فعشان كده في الفيديو ده عايز أوضح لكم إيه اللي بيتفكك فعلا جوه روسيا دلوقتي، وليه الخطوة الجاية اللي هيعملها بوتين ممكن تحدد إذا كانت الحرب هتفضل جوه أوكرانيا ولا هتنتشر لباقي أوروبا. قبل ما ندخل في تفاصيل الجبهة الأمامية واللواء اللي أوكرانيا لسه قضت عليه وأزمة الوقود في القرم، عايز أوريكم حاجة ما شفتهاش من 4 سنين وأنا بغطي الحرب دي. المواطنين الروس دلوقتي بقوا بيهزروا علني عن قد إيه بوتين بيخسر. شوفوا النكتة دي مش مني، دي جاية من السوشيال ميديا الروسية. بوتين بيروح مدرسة ويدي خطاب عن أن روسيا أعظم دولة في العالم، وبعد كده يفتح المجال للأسئلة. ولد في المدرسة وقف وقال: اسمي شاشة وعندي سؤالين. أولا، ليه روسيا غزت أوكرانيا؟ وثانيا، ليه لسه ما كسبناش الحرب دي؟ بص، قبل ما بوتين يقدر يجاوب جرس الفسحة بيرن، ولسوء الحظ الكل لازم يروح يتغدى فبيسيبوا الفصل. بس لحسن الحظ الأسئلة والأجوبة بتكمل بعد الفسحة. في اللحظة دي ولد تاني وقف وقال: اسمي بوريس وعندي 4 أسئلة. أولا، ليه روسيا غزت أوكرانيا؟ ثانيا، ليه لسه ما كسبناش الحرب؟ والجديد، ليه جرس الفسحة رن قبل ميعاده ب20 دقيقة؟ وآخر سؤال، فين شاشة؟ دلوقتي دي النكتة اللي الروس بيشاركوها عشان يعدوا الأوقات الصعبة. الروس بدأوا يفهموا إن بوتين مش بياخد قرارات حكيمة بالظبط. مثال على كده حصل من يومين، طيارة مسيرة روسية ضربت عمارة سكنية في دولة من دول الناتو، وده عمره ما كان مفروض يحصل من أي سلاح روسي. قبل ما نشوف ليه الضربة دي مهمة وإزاي دول الناتو بترد، عندي سؤال ليكم. في فيديوهاتنا دايما بنتكلم عن قرارات الزعماء وتأثيرها على بلادهم خاصة في الحروب، بس عمرك فكرت إزاي كنت هتقود بلدك لو كنت في نفس الموقف؟ طيب، وبفضل راعي حلقة النهاردة تقدر تعرف ده من غير ما تخاطر بحرب حقيقية. Supremacy World War 3 هي لعبة استراتيجية أونلاين مجانية بتخليك تتحكم في دولة حقيقية في حرب عالمية حديثة. اختار أي دولة أنت عايزها وواجه لحد 99 لاعب حقيقي في مباريات بتستمر لأسابيع. أنت بتبني جيشك من الصفر بدبابات وغواصات وكل اللي يخطر على بالك، وكمان بتتفاوض على تحالفات وبتوقع معاهدات وممكن تخونهم لما يكون في مصلحتك. كل قرار ليه أهمية، لأنه كل واحد على الطاولة شخص حقيقي بيحاول يتفوق عليك. وبرضه لسه بادين الموسم 20 Underworld Protocol. في الموسم ده قوة جديدة دخلت ساحة المعركة وبتشتغل في الخفاء وبتعرض عليك صفقات ممكن تغير مجرى الحرب، وده كله بيتم بهدوء وسرية في السوق السوداء. اللعبة مجانية وبتشتغل على الكمبيوتر والموبايل، ولو ضغطت على اللينك بتاعي في الوصف هتاخد باقة بداية حصرية فيه وحدة إليت ريل جن مجانية قيمتها $40. بس العرض ده للاعبين الجدد بس ولمدة 30 يوم بس، فاضغط على اللينك في الوصف أو امسح الكود دلوقتي وخد البونص بتاعك. شكرا لسوبريماسي وورد وور 3 على رعاية فيديو النهاردة. ما تنساش تضغط على اللينك في الوصف علشان تحمل اللعبة وتاخد باقة البداية إليت ريل جن اللي فيها $40 لمدة 30 يوم جايين. قبل ما نتكلم عن ضربة الناتو لازم نفهم الضغوط اللي بوتين تحتها دلوقتي. ضربة الطيارة المسيرة في رومانيا ما كانتش بأمر واحد، عنده اختيارات كتير. نبدأ بخطوط المواجهة. على مدار السنة اللي فاتت كل وسائل الدعاية الروسية كانت بتوعد إن مدينة بروكروفسك هتقع قريب وإنها هتبقى تحت السيطرة الروسية، وده مهم لأن بروكروفسك مركز لوجستي بيربط جبهة دونيتسك بأراضي تحت سيطرة أوكرانيا.
لو روسيا سيطرت على المدينة دي، الجبهة الشرقية هتبقى أصعب على القوات الأوكرانية. وده بالظبط ليه بوتين كان بيقول للروس في أكتوبر اللي فات، أكتوبر 2025، إن المدينة هتتاخد قبل الشتاء. في الحقيقة كان بيقول إن نص المدينة خلاص اتاخد، بس تتخيل الشتاء جه ومشي وبروكروفسك لسه صامدة. وده اللي حصل من كام يوم بس. ديب ستيت ماب بتقول إن القوات الأوكرانية حررت أراضي قريبة من نوفوسليفكا وتقدمت في سلسلة من القرى في قطاع أولكستندريفكا، والعمليات التمشيطية شغالة دلوقتي في كل المناطق دي. أنا متأكد إني حبوظ النطق، بس المهم إن بسبب التقدم ده القوات الروسية خسرت على الأقل 46 كيلومتر مربع من الأراضي. دلوقتي دي مش أراضي كبيرة، 46 كيلومتر مربع تقريبا قد مساحة منهاتن، يمكن أقل شوية. بس مع ذلك الاتجاه اللي أوكرانيا بتكسب فيه هو المهم. ده بيقول لنا إن روسيا مش بتتقدم، دول فعلا بيتراجعوا، وأوكرانيا قادرة ترجع أراضيها. في الحقيقة الموضوع بقى واضح لدرجة إن حتى المدونين العسكريين الروس، يعني الناس اللي بيحدثوا الشعب الروسي عن الحرب وأخبار القوات الروسية على الجبهة، بقوا بيتكلموا عن قد إيه الوضع بقى سيء. عندنا مقطع من أشهر المدونين الحربيين الروس اللي بيقول دلوقتي إن روسيا فعلا مش قادرة تنافس، ويمكن كلمة مش قادرة تنافس مش الأدق. روسيا بقت متأخرة قوي قدام تقدم أوكرانيا في الطيارات المسيرة. أوكرانيا سبقتهم والجنود الروس بقوا من غير فرصة. اسمع بنفسك. دلوقتي الوضع في الطيارات المسيرة بقى كده، قدام كل جندي من عندنا في 20 أو 30 وأوقات بيوصلوا ل70 طيارة مسيرة من العدو. أيوة ده بيحصل فعلا. وتخيل إيه، مش المدونين العسكريين بس اللي قالوا كده، بوتين نفسه أكد ده. وقبل ما أشغل الفيديو ده عايز أوضح توقيت الاعتراف اللي بوتين بيعمله. هو بيقول علنا إن أوكرانيا دلوقتي بقت أسهل عليها تضرب أهداف جوه روسيا، وده مهم لأن تقريبا من أسبوع اتكلمنا عن إزاي موسكو اتعرضت لأكبر هجوم حصل لها من وقت الحرب العالمية الثانية. حاجة تاريخية فعلا. الشعب الروسي وكمان النخبة في موسكو قدروا يشوفوا الهجوم بالطائرات المسيرة، وده بالظبط السبب اللي خلى بوتين ما قدرش يتهرب من الموضوع ده. بوتين ما قدرش يتجاهل اللي حصل، وعشان كده اضطر يطلع ويعترف. وتخيل ايه اللي حصل. هو مش بيدي اوكرانيا الفضل اللي تستحقه، هو بيحاول يرمي اللوم على الدول الغربية. اسمع بنفسك. ومحاولات ضرب الأراضي الروسية وفي أماكن تانية. طيب بما أن الغرب بيمدوهم بالطائرات المسيرة، الموضوع بقى أسهل بكتير. يقدروا بسهولة يطلعوا واحدة تانية ويدوسوا الزرار. بس ده معناه إن لازم نقوي أنظمتنا، وده اللي هنستمر نعمله. دلوقتي كل ده مجرد جزء واحد من المشكلة اللي بوتين بيواجهها. الخسائر على الجبهة هي أول أزمة، بس التانية بتحصل فعلا ورا خطوط الجبهة ومرتبطة تاني بالطائرات المسيرة الأوكرانية. بس ليلة امبارح القوات الأوكرانية حققت نوع من العدالة اللي بعض الأوكرانيين مستنيينها بقالهم 4 سنين من ساعة ما الغزو ده بدأ، العملية العسكرية الخاصة دي. وده التقرير. قاعدة اللواء اللي مرتبط بفضائع بوتشا اتضربت. ليلة 30 مايو مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين ضربوا أهداف الروسية بعمق العدو، وتم الإبلاغ عن 21 إصابة مؤكدة. الأهداف كانت بتشمل ميادين تدريب، طرق لوجستية، ومنشآت تخزين غاز. من ضمنهم كان في منطقة تدريب بتستخدمها الجيش السادس والثلاثون الروسي وأفراد من اللواء 64 مشاة ميكانيكي، الوحدة اللي ارتبط اسمها بشكل واسع بالفضائع اللي حصلت في بوتشا سنة 2022. التقارير الأولية بتشير أن القوات الروسية تكبدت 31 خسارة بين قتلى ومصابين. دلوقتي لو الاسم ده مش مألوف ليك، خليني أقول لك ليه هو مهم جدا. اللواء 64 للبنادق الآلية هو الوحدة اللي المحققين الدوليين ربطوها بمجزرة بوتشا. بوتشا مدينة صغيرة جنب كييف، وفي مارس 2022 يعني تقريبا أول شهر في الغزو، القوات الروسية احتلت المدينة على أمل إنها تسيطر على كييف، بس لما فشلوا انسحبوا. وساعتها الصحفيين والمحققين الدوليين من الأمم المتحدة دخلوا، واللي لقوه كان فعلا مرعب. لقوا مئات المدنيين الميتين مرميين في الشوارع، بعضهم كان متكتف إيديهم ورا ظهرهم، والبعض الثاني مدفونين في مقابر جماعية ورا الكنائس وعمارات السكن. في الحقيقة احنا عندنا تسجيلات كاميرات مراقبة مش هعرضها عليكم، لكنها بتبين مدنيين بيحاولوا يهربوا من القوات الروسية وبيتم إطلاق النار عليهم في ظهرهم وهم بيحاولوا يهربوا. ده اللي حصل لما روسيا فشلت في عمليتها العسكرية الخاصة اللي كان مفروض تخلص في 3 أيام. فالقوات الروسية صبت غضبها على السكان المدنيين في المدينة.
4 سنين رجالة الكتيبة رجعوا بيوتهم، اترقوا، أخدوا إجازات وعملوا اللي عايزينه، وكانوا فاكرين نفسهم في أمان. ودلوقتي هنا أنا عايز أتكلم عن تقرير إحنا عملناه من فترة السنة اللي فاتت، وفي التقرير ده اتكلمنا عن برنامج أوكرانيا كانت بتشغله في السر. في مخابئ تقريبا في 3 أو 4 مناطق، أو 3 أو 4 مخابئ حوالي مدينة كييف، فيهم مسؤولين أوكرانيين معاهم صور لكل جندي أو مسؤول روسي ارتكب جريمة حرب، سواء كانت جريمة حرب قدام الكاميرا أو المسؤولين الأوكرانيين عرفوا عنها من شهود عيان، وكل ما يلاقوا صورة يعلقوها على الحيطة. على مدار الساعة المسؤولين والهاكرز والمحققين الأوكرانيين بيحاولوا يلاقوا الجنود الروس، مش مهم مكانهم سواء في روسيا أو برها، لأنه بعض الجنود بياخدوا إجازات بعد ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهم بيتتبعوا الجنود دول وبيحاولوا بكل جهدهم يحققوا العدالة اللي المدنيين الأوكرانيين بيستحقوها. دلوقتي العملية السرية دي نتج عنها عمليات ناجحة كتير نفذتها القوات الأوكرانية، يعني بيوصلوا العدالة لعتبة باب مجرم الحرب الروس. ومبارح بس حصلت عملية تانية واتضافت للقائمة، وأنا متأكد إن دي مش هتكون الأخيرة، ويا رب تكون الأخيرة هي بوتين نفسه. مع ذلك روسيا بتواجه أزمتين دلوقتي، منها خسارة قواتها أراضي في بروكروفسك اللي بوتين اتكلم عنها قدام الناس، ومن ناحية تانية الجنود الروس ويمكن كمان جنود نخبة بيتعرضوا لهجمات ورا خطوط الجبهة، وروسيا مش قادرة تعمل أي حاجة عشان توقف ده. ودلوقتي وكأن كل ده مش كفاية، أسوأ الأخبار جاية فعلا من القرم. وبالنسبة لبوتين القرم مهمة جدا فعلا، لأن لازم نبص ورا ونشوف إيه اللي كان بيحصل في روسيا وقت ما بوتين استولى على القرم. بص، في 2014 بوتين كان ضعيف سياسيا، هو كان لسه مغير الدستور الروسي علشان يقدر يرشح نفسه لفترة رئاسة ثالثة، ونسبة تأييده كانت في أقل مستوى ليها من ساعة ما مسك الحكم للمرة الثالثة، لأن الروس ما كانوش مبسوطين من الموضوع ده، كانوا شايفين إن روسيا بترجع لأيام الاتحاد السوفيتي والديكتاتورية، وكتير من الروس اللي قالوا كده كان معاهم حق. بس تخيل إيه القرم كانت نقطة التحول اللي قلبت حظ بوتين. ضم القرم ونسبة تأييده ارتفعت فجأة في ليلة وضحاها، شعبيته المحلية كانت في السماء. ممكن تقول إن القرم هي مصدر قوة بوتين السياسية، وهي الدليل للجنود الروس إنه الراجل اللي رجع روسيا قوية تاني. فلو القرم بدأت تفلت من إيد بوتين حتة حتة، ده هيكون مشكلة كبيرة جدا. تخيل إيه اللي بيحصل في القرم دلوقتي. الأسبوع اللي فات أوكرانيا بدأت عملية اسمها الحصار اللوجستي، وهدفها بسيط جدا، قطعوا القرم عن البر الروسي. وفي أسبوع القوات الخاصة الأوكرانية ضربت أكثر من 500 مركبة روسية على طريق الإمداد البري لشبه الجزيرة. ده معناه عربيات الوقود، الذخيرة، القوافل، أي حاجة داخلة شكلها لها علاقة بالجيش. الطائرات المسيرة الأوكرانية بتتعامل معاها فورا، و500 في أسبوع رقم عالي بشكل مفاجئ، ده شيء ما شفناهوش قبل كده. وبالطريقة اللي روسيا شغالة بيها دلوقتي هيكون صعب جدا عليهم يعوضوا العربيات أو المركبات أو القوافل اللي اتدمرت. وتخيل إيه، ده فعلا مأثر على الحياة في شبه جزيرة القرم. في فيديوهات على السوشيال ميديا بتنتشر جوا روسيا، والروس نفسهم بيشتكوا إنهم مش قادرين يلاقوا بنزين في القرم. هم بيقولوا ببساطة إنك ممكن تدخل القرم بعد ما تملى عربيتك بنزين من روسيا نفسها، لكن مش هتعرف تخرج، لأن كل محطات البنزين فيها طوابير طويلة جدا ومش هتقدر تاخد اللي محتاجه. اسمع بنفسك. دير حالة مع البنزين في القرم، انت بتدخل كيرتش ولسه في بنزين، ولما تروح ناحية الساحل الجنوبي برضو في بنزين، وفي محطات زي TSA تان. لو مشيت ناحية كراسنوبيريكوبسك من أول ديجينكوي مفيش بنزين خالص من أي نوع، لا 92 ولا 95، بس في سولر. وكمان في بعض المحطات ما فيهاش أي حاجة خالص، فخلي بالك من الموضوع ده وانت مسافر القرم. مع إن هتاخد بالك من إيه أصلاً؟ انت بس بتسوق في القرم كده ومفيش بنزين، ومش هيبقى معاك بنزين كفاية للرجوع. فيا جماعة، اللي عنده خطط للسفر لازم يعيد التفكير في خططه، لأن فعلاً في احتمال كبير توصل بالعربية وترجع ماشي على رجلك. أيوة، الوقود ناقص جدا في القرم دلوقتي، وده مش معناه إن باقي المناطق مش بيعانوا. في الحقيقة دي مشكلة بدأت تظهر بشكل متزايد جوه روسيا نفسها، وعلشان كده حتى الإعلام الروسي مضطر يتكلم عنها. اسمع تقرير BBC لستيف روزنبرغ.
وصحف روسيا النهاردة بتتكلم عن نقص الوقود في روسيا. جريدة نيزافي سيمايا جازيتا كتبت: عدد المناطق الروسية اللي فيها قيود على بيع الوقود بيزيد. في عدد من المناطق بيتم فرض قيود على بيع الوقود. تم فرض قيود على بيع بنزين AI 95 في عدة مناطق من إقليم كاسترامات. في بعض محطات البنزين في إقليم تفير فيه قيود. تمت ملاحظة مشاكل في الوقود في منطقتي ماجدان ومورمانسك. طيب ليه ده بيحصل؟ الجريدة بتدي التفسير ده. واحدة من أسباب مشكلة النقص هي أعمال الصيانة غير المجدولة في مصافي النفط. بسبب أعمال الصيانة غير المجدولة، عدد من المصافي قللوا مبيعات الوقود في مايو. حوالي 5 كل قدرات التكرير في البلد متأثرة. وكالات الأنباء الغربية بتقول أن تقريبا كل المصافي الكبيرة في وسط روسيا اضطرت توقف أو تقلل إنتاج الوقود. نصيبهم المجمع في إنتاج الوقود أكثر من 30% للبنزين وحوالي 25% للسولر. المقالة لسه ما ذكرتش سبب للإصلاحات المفاجئة دي، اللي ممكن تتخيل إنها مرتبطة بعجمات الطيارات المسيرة الأوكرانية الأخيرة على منشآت النفط الروسية. بس ده بيتذكر بسرعة بعدين في المقالة. الأول بتقول إن السلطات الروسية بتأكد إن السوق المحلي مليان بالوقود. وكمان الأسبوع اللي فات وزارة الطاقة أكدت تاني إن صناعة الوقود في روسيا مستعدة تماماً لفترة زيادة الطلب الموسمية على البنزين والسولر زي ما هو مخطط. الكرملين برضو ما شافش أي مخاطر في توفير الوقود حتى نتيجة هجمات الطيارات المسيرة على المصافي. أكاذيب الكرملين بقت واضحة لدرجة إن حتى جنرالات روسيا السابقين بقوا بينتقدوه علنا. ده إيغور جيركين. لو الاسم ده مش معناه حاجة ليك هقولك بسرعة. جيركين كان واحد من اللي خططوا لغزو روسيا لشرق أوكرانيا سنة 2014. هو ساعد بوتين يسيطر على دونيتسك ولوهانسك، لكن بعدين حصلت مشاكل مع الكرملين عشان العملية العسكرية الخاصة الحالية ماشية بشكل سيء، فبوتين سجنه. ودلوقتي لحسن حظنا حتى وهو في السجن جيركين لسه بيقدر يطلع بيانات علنية، وكل مرة بيهاجم بوتين على طول. اسمع هو قال ايه دلوقتي. مفيش حد بيضر سمعة روسيا وبيضعفها أكتر من حكومتنا نفسها. الاستراتيجية اللي مصرين يتبعوها من 4 سنين بعد الفشل الذريع للخطط الغبية لاستبدال زيلينسكي بتقودنا ببطء لهزيمة كارثية. الكلام ده جاي من بطل حرب روسي، وأنا شايف إنه فاهم في الحروب أكتر مني، ويمكن كمان أكتر من بوتين نفسه. ده كل اللي بوتين بيتعامل معاه دلوقتي. ودلوقتي الموضوع بقى منطقي لما زعيم زي بوتين، مجرم حرب زي بوتين، يتحاصر جامد. بيعمل زي كل الزعماء اللي اتحاصروا قبله، بيصعد الحرب. وده بيرجعنا للطائرة بدون طيار اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. من يومين طيارة روسية بدون طيار دخلت الحدود الرومانية وحبطت عمارة سكنية. الحادثة أصابت 2 مدنيين رومانيين. ونحب نوضح أن رومانيا عضو في الناتو، وده معناه حسب المادة 5 لو ده تعتبر هجوم على رومانيا يبقى هجوم على كل الدول، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كلهم، وساعتها لازم يجوا يدافعوا عن رومانيا. دلوقتي عشان نفترض حسن النية تجاه روسيا، مع أني عارف أن روسيا غالبا ما تستحقش ده، في احتمال كبير أن الدرون دي ما كانتش موجهة لرومانيا. غالبا كانت درون موجهة لضرب المدنيين الأوكرانيين وخرجت عن مسارها. ده في الحقيقة ما بيخليش الوضع أحسن، بس معناه أن روسيا بقت بتقتل المدنيين بتهور لدرجة أن العنف بقى بيعدي حدود الناتو. الجزء ده مقلقني. روسيا مش أول مرة تعمل كده. السنة اللي فاتت غطينا ازاي الدرونز والطائرات الروسية انتهكت المجال الجوي للناتو لشهور. أحيانا الدرونز دي كانت بتدخل جوه أراضي الناتو بعمق، وكل مرة الناتو كان بيرد ببيان شديد وروسيا كانت بتتظاهر بالاعتذار. بس لو بصيت على الموضوع كله مع بعضه هتلاقي ان روسيا بتصاعد الأمور تدريجيا. الموضوع بيزيد خطوة بخطوة، لأنه لحد دلوقتي كان عندنا درونز بتدخل دولة من دول الناتو، أو يمكن بتقع في غابة أو منطقة فاضية. بس دي أول مرة درون روسي يخبط في عمارة سكنية فيها ناس ويصيب 2 مدنيين رومانيين من دولة عضو في الناتو. لو عايز تبصلها بنظرة متشككة فعلا، باين إن روسيا بتحاول تختبر الخط الأحمر. روسيا بتحاول تعرف إمتى رد فعل الناتو هيبقى أكبر من مجرد بيان. الخبر الكويس إن رد فعل الناتو المرة دي كان فعلا أقوى من العادي. في خلال 24 ساعة من الهجوم، الأمين العام للناتو مارك روتي
أكد إن الدرون جات من روسيا، وأمريكا مع الناتو أدانوا الضربة، وأكدوا من جديد إن الناتو هيدافع عن كل شبر من أراضي التحالف. وجود أمريكا في البيان ده مهم جدا، لأن زي ما انتم عارفين ترامب مؤخرا مش كان من محبي الناتو. هو قال كلام مؤخرا عن إن الناتو من غير أمريكا ملوش قوة. في رأيي التصريحات دي بتدي بوتين إحساس إنه يزود الضغط أو يتخطى الحدود أكتر من الظروف العادية. دلوقتي لو حولنا تركيزنا على روسيا، كان بوتين نفسه في كازاخستان وقت الهجوم ده، وكان بيلقي خطاب حرفيا بعد الهجوم بساعات، وادى رد رسمي نوعا ما. اسمع كده. حد قال لي قبل ما ادخل هنا ان في طيارة بدون طيار دخلت المجال الجوي الروماني، بس انا معرفش هي درون ايه. ممكن تقولي لي ايه اخبار الاعلام دلوقتي؟ درونا ضربة مبنى سكني في رومانيا. بيقولوا دي طيارة روسية بدون طيار. مين قال كده؟ ناس كتير، يعني مفيش حد. مين بالظبط؟ اسماء. أراسيلا فوندرلاين. هي ما راحتش رومانيا، ما حققتش في الموضوع، ما شافتش بقايا درون، محدش يقدر يقول فين. محدش يقدر يقول المركبة الطايرة جات منين قبل ما يعملوا تحليل جنائي، لأن في بعض الدرونات الأوكرانية بتدخل المجال الجوي الفنلندي والمجال الجوي البولندي ودول البلطيق. الدرونات الأوكرانية بتعمل كده، وأول رد فعل كان بالظبط زي اللي بيحصل دلوقتي في رومانيا. كانوا بيقولوا الروس بيضربونا، وبعدين اكتشفوا إن الدرونات دي ملهاش علاقة بروسيا. روسيا ملهاش علاقة بالدرونات دي، جت من أوكرانيا. دلوقتي تخيل إيه؟ طول الوقت بوتين كان بيقول إن الدرون دي مش روسية. عندنا الرئيس الروسي السابق ورئيس مجلس الأمن الروسي الحالي قال الكلام ده علنا. الأوروبيين دلوقتي لازم يكونوا أكثر حذر وهم نايمين، لأنهم مش عايشين في سلام. التصريح ده من ديمتري ميدفيديف. اسمع. أوروبا عملت دوشة كبيرة عشان طيارة بدون طيار خبطت في مبنى سكني في رومانيا. أول حاجة لازم نعرف مين اللي أطلق الطيارة دي. وقت صدور البيان كان مر ساعات على ضربة الطيارة بدون طيار. في الوقت ده كانت رومانيا بس هي اللي أكدت إن دي طيارة روسية، لكن بعد كده بساعات جالنا تأكيد من الناتو، وطبعا من الولايات المتحدة كمان. الجميع تقريبا متفق، أوروبا، الناتو وأمريكا، إن الطيارة روسية. لكن في الآخر دول الاتحاد الأوروبي لازم يسكتوا. الدول الأوروبية مشاركين بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا، ومحدش حتى بيحاول يدعي العكس دلوقتي. أيوة، هم بيستخدموا وكلاء بانديرا للأعمال العدائية، بس إيه الفرق لينا؟ الدرونات الأوروبية ومكوناتها والأسلحة التانية وبيانات الاستخبارات بتستخدم يوميا للهجوم علينا، وعشان كده مباني سكنية بتتدمر ومدنيين بيتقتلوا، زي ما حصل في الهجوم على طرابلس. الدم في رقبة ناس زي أورسولا، مرتز، ماكرون، ستارمر وغيرهم من الطفيليات المقرفة دي، فخليهم يتعودوا على كده. دي مش آخر مرة. فهو كده بيأكد إن بصوا، دي ما كانتش روسيا، بس الهجمات هتفضل تيجي. استنتج اللي انت عايزه من الكلام ده. في حرب شغالة، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي باعتبارهم سكان دول في حالة حرب ما ينفعش يروحوا يناموا متوقعين ليلة هادية، خصوصا جنب مصانع تصنيع الدرونز اللي بتدعم قوات بانديرا. الكل بيقول إن روسيا ما نفذتش الهجوم ده، لكن في نفس الوقت بيقولوا خلي بالك لو ساكن جنب مصنع. يلا نكمل. فاقفل بقك، دي مجرد البداية. وفي نفس الوقت كل الكيانات الأوروبية اللي ملهاش قيمة والحمقى اللي في قمة الاتحاد الأوروبي والبيروقراطيين الصغيرين اللي بيديروا سوء الفهم اللي اسمه الاتحاد الأوروبي عارفين كويس جدا ازاي ينهوا الحرب دي، فخاطبهم هم. دلوقتي الجزء المهم اللي لازم نوضحه هنا انه بقاله فترة طويلة جدا بيعمل كده، وقبل كده احيانا السنة اللي فاتت كان كمان بيضم الولايات المتحدة في التصريحات دي لما كان بيهدد. بس في مرة أظن أنه بالغ وقال أنه روسيا بتستعد تضرب أمريكا نووي، وده كان وقتها ترامب رد وقال إحنا حطينا غواصات نووية على سواحل روسيا في البحر الأسود، يعني لو روسيا عايزة تبدأ حرب نووية أمريكا جاهزة. إحنا عندنا قنابل نووية أقوى وأكبر من اللي عند روسيا. ومن ساعتها ميدفيديف ما بقاش يجيب سيرة أمريكا أو ترامب خالص في تصريحاته، وده فعلا بيأكد إن كل ده مجرد تهويش كبير، زي إنه بيتظاهر إنه الراجل المجنون
وبيأمل إنه الطرف الثاني يخاف ويتراجع ويصدق إنه فعلا مجنون وممكن يعمل أي حاجة. لكن في الحقيقة لو فعلا وقفت له هو بيتراجع بسرعة، أو أظن روسيا بتتراجع بسرعة. دلوقتي في حاجة أخيرة قبل ما أمشي. في الأسبوع الجاي غالبا هتشوف موجة من الدعاية الروسية على صفحات السوشيال ميديا اللي انت متابعها، خصوصا هنا في الولايات المتحدة، لأنه عندنا معلقين سياسيين زي كانديس أوينز ويمكن حتى تاكر كارلسون رايحين روسيا في أجازة. بصراحة أنا بحب أخذ إجازتي في أماكن ما فيهاش قلق من الدرونز، بس كل واحد وليه رأيه. متأكد إن روسيا هتستغل الموضوع ده وتعمل دعاية مضادة لأوكرانيا. مش عارف هتبقى ايه بالظبط، بس واثق إنها جاية. تأكد تدوس زر الاشتراك تحت عشان هنفند أي حاجة روسيا بتحضر تروج لها. إحنا بقالنا 4 سنين بنعمل كده وهنكمل طول ما بوتين في السلطة. أنا سام، هشوفكم في الفيديو الجاي.